عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتاكل أكتر منك وبتخس أسرع منك؟ ببساطة عشان الحرق عندهم أعلى. تعالى أقول لك إزاي تزودي الحرق بتاعك في 5 خطوات. حاجة وأهم حاجة، بلاش دايت في جوع وحرمان. لما بنقلل الأكل زيادة عن اللزوم جسمنا بيفتكر إن إحنا في حالة مجاعة، فبيبتدي يقلل الحرق بتاعه عشان خاطر يحافظ على الأكل اللي جواه أطول فترة ممكنة، عشان خاطر يحافظ على الطاقة. حاجة اسمها أدابتيف ثيرموجينيسيس ميكانيزم، ده ميكانيزم ربنا خلقه جوه جسمنا عشان يحافظ على الطاقة بتاعتنا في أوقات المجاعة. فلما بتقللي الأكل زيادة عن اللزوم ده بيجيب نتيجة عكسية، ده غير إنه بيسبب لك أعراض تانية زي إنك دايما حاسة بالدوخة والتعب والإرهاق. لازم تزودي الكتلة العضلية بتاعتك. كل لما الكتلة العضلية بتزيد معدل الحرق بيزيد، ده غير إنك بعد التمرين جسمك بيفضل يحرق سعرات حتى لو انت قاعده بتتفرجي على التلفزيون. لازم تبطلي توتر شويه، التوتر بيرفع هرمون الكورتيزول، ده غير انه بيقلل حساسيه الانسولين، ده بيخلي الحرق يقل وبيخلي الدهون تفضل مكانها. فلازم تاخدي قرار انك تنزلي الجيم، تزودي الكتله العضليه بتاعتك وتسيبك من جو الاكتئاب اللي انت فيه. قله النوم بتلخبط الهرمونات المسؤوله عن الشبع وعن الحرق، الجريلين بيزيد والليبتين بيقل، فتحس انك جعانه وعايزه تاكلي اكتر والحرق بتاعك عمال بيقل. لازم تاخدي كفايتك من النوم، لازم تنامي على الاقل 8 ساعات ويكون بالليل مش بالنهار. حاولي تتحركي على قد ما تقدري، الحركه اليوميه البسيطه زي المشي وطلوع السلم بتزود الحرق. يبقى الملخص: نامي كويس، ابعدي عن التوتر، زودي الكتله العضليه، اتحركي على قد ما تقدري. ساعتها معدل الحرق بتاعك هيزيد وهتلاقي نفسك بتخسي اسرع.